السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبيب عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده معايا اسعار جميع انواع الطيور، وعايزه اقول لكم ان فعلا اسعار الطيور النهارده اختلفت تماما. طبعا في نزول في اسعار البط قوي جدا، وفي شركات كتاكيت النهارده ساعت في الهبل شويه ورفعت السعر شويتين. نبدا كده ونسمي الله ونقول سعر كتكوت الابيض الاهالي. لكن قبل ما ندخل على سعر كتكوت عايزه انوه عن اسعار البيض. في ارتفاع قوي جدا في اسعار البيض الفتره دي. حرفيا كده كان بقالنا فتره كده كانت الاسعار نازله جدا في البيض، والناس كانت المربين كانوا بيشتكوا ان سعر البيض نازل جدا ما بيجيبش همه، فارتفع سعر البيض النهارده وامبارح واول امبارح، وبقالنا اسبوع السعر في ارتفاع. نقول كده بسم الله ونقول سعر كتكوت الابيض الاهالي النهارده، واللي كان عامل 5 جنيه ونص. كتكوت الابيض الاهالي كده عاقله وراسيه ومثبته سعرها على 5 جنيه ونص. اما بالنسبه لسعر كتكوت الشركات النهارده، واللي كان بادئ من 8 ونص لحد 10 جنيه، وطبعا بعد ما كان نزل ل 7 جنيه، يعني هو اول امبارح كان 7 جنيه، فهو دلوقتي اقل حاجه عن 8 ونص لحد 10 جنيه السعر. وفي شركات النهارده كمان رفعت جنيه، وفي شركات رفعت جنيه ونص لسعر الكتكوت، ويخلوا الكتكوت بادئ من 10 جنيه عندهم لحد 13 جنيه ونص. اما بالنسبه بقى لاسعار الكتكوت البلد الحر النهارده، واللي نزل ل 4 جنيه ونص، البلد المشعر النهارده 6 جنيه ونص، وبلدي هجين عاده النهارده 7 جنيه، وهجين عالي النهارده 9 جنيه ونص، وساسو شفر النهارده 10 جنيه، وساسو جيل تاني النهارده 8 جنيه ونص. وكمان اسعار الرز فرز برابر النهارده عامل 8 جنيه، ورز على وشه النهارده عامل 9 جنيه، وفرز ديوك النهارده عامل 10 جنيه. وده اللي رافع شويه الرزي، لان اغلب الناس بيجيبوه دلوقتي او عارفين حاسين طعمه كويس جدا في الاكل، فبيجيبوه كمان بديل الفراخ البيضاء. بالنسبه بقى لاسعار الجميزه البيور اللي رافع شادد حلو اليومين دول جامد قوي، عشان الناس برضو بدات ان هي تعرفه وتطلبه، فشادد حلو شويتين النهارده، و12 جنيه سعر الجميزه البيور اللي هو الجميزه اللحم. اما الجميزه للبيض 9 جنيه النهارده. كمان الفيومي البلد النهارده عامل 6 جنيه ونص. وندخل على اسعار الرومي. سعر كتكوت الرومي النهارده البلدي عامل 28، والبرونزي عامل 28 ونص. اما بالنسبه لاسعار البط، سعر البط المسكوفي اللي فرحنا النهارده قوي بالنزول، النهارده البط المسكوفي عامل 30 جنيه سعر كتكوت البط ال 41، والمسكوفي المخلط النهارده عامل 24 جنيه. مولر محل النهارده عامل 27 جنيه، فهو نزول حلو جدا. اما بالنسبه بقى البط البيور وهو ثابت على 18 جنيه. اما الشرفان النهارده عامل 12 ونص، والبكيني العاده النهارده عامل 10 جنيه. اما بالنسبه للتنفيذ بقى الابيض اللي نزل النهارده او نزل امبارح نزله قويه، بعد ما كان 72 جنيه تنفيذ، النهارده بقى يعني اجركم الله نزل 3 جنيه مره واحده او 4 جنيه مره واحده تنفيذ. سعر الكيلو الفراخ البيضاء النهارده من ارض المزرعه 67 جنيه، وبتتباع النهارده في المحلات ب 70 و 73 جنيه، يعني اعلى سعر كان 73 جنيه سالت عليه النهارده. كمان اسعار الساسو النهارده واللي ارتفعت ل 76 جنيه الكيلو، وبيتباع في المحلات ب 80 جنيه، وفي بعض المحلات النهارده باعت ب 82 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو. اما الفراخ الرزي والفراخ الفيومي السعر النهارده تنفيذ 82 جنيه للكيلو، كان بيتباع في المحلات النهارده 86 جنيه، وبعض المحلات النهارده كانت بتبيعه ب 90 جنيه سعر البلدي. ما هو البلدي كمان راح في داهيه، سعر كيلو الفراخ البلدي النهارده من ارض المزرعه 90 جنيه الكيلو، وبتتباع في المحلات النهارده ب 100، وبعض المحلات النهارده بتبيع الكيلو ب 110 جنيه. ده البلد الشمورد، البلد الحر والبلد المشعر نفس السعر، ده الشمورد مش العتيق. في عتيق ليه سعر تاني، اللي هي الفراخ اللي بتبيض لها سعر تاني غير الفراخ الشمورد. سالت النهارده في المحلات، لقيت بعض المحلات النهارده بتبيع ب 110 جنيه كيلو الفراخ البلدي، مع انه تنفيذ 90 جنيه. بس بقول لك الفرخه البلدي بتبقى الشمورد بتبقى وزنها قليل، فما فيهاش مكسب كتير، فبيزودوا في الكيلو 20 جنيه مره واحده. كمان اسعار الروم الكبير النهارده، واللي رفع برضو تنفيذ الروم الكبير 110 جنيه من ارض المزرعه، وبيتباع للمستهلك ب 120 جنيه، وبعض المحلات النهارده لقيتها بتبيع الروم البلدي ب 130 جنيه، والروم الابيض النهارده تنفيذ من ارض المزرعه 100 جنيه، وبيتباع للمستهلك ب 110. يعني برضو لقيت ناس بتبيعوا نفس سعر الفراخ البلدي.
الرومي البلدي اللي هو الاسود. فما اعرفش في تناقض شويه في التجار، ربنا يعافينا. كمان سعر الارنب النهارده 90 جنيه تنفيذ، وبيتباع في المحلات ب 95 جنيه. اما عن اسعار البط، فالبط البلدي برده رافعه كويسه، 110 جنيه تنفيذ من ارض المزرعه، وبيتباع للمستهلك ب 120 و125 جنيه كمان. اما البط المسكوفي النهارده ب 100 جنيه تنفيذ من ارض المزرعه، وبيتباع للمستهلك ب 110، وبعض الناس بتبيعه نفس سعر. اما البط المولر النهارده وتنفيذ 85 جنيه الكيلو، وبيبيعوه في المحلات ب 90 و95، وناس بتبيعه ب 100. البط البكين العاده النهارده 65 جنيه تنفيذ، وبيتباع في المحلات ب 75 جنيه، وقليل جدا اللي كان بيبيع ب 70 جنيه النهارده. كمان سعر الحمام النهارده، واقل جوز حمام بلدي عامل 90 جنيه، طبعا بيوصل لحد 150 جنيه الكيلو. اما بقى عن اسعار البيض، فسعر البيض اللي ارتفع جدا النهارده، وسعر طبق البيض البلدي 117 جنيه من ارض المزرعه لحد بيتباع لحد 130 جنيه في الاسواق. اما سعر طبق البيض الابيض النهارده 106 جنيه من ارض المزرعه، وبيتباع للمستهلك 115 جنيه. وطبق البيض الاحمر النهارده 106 جنيه برده من ارض المزرعه، وبيتباع للمستهلك ب 130 جنيه، ب 125 جنيه ده البيض الاحمر. اما بقى عن اسعار الاعلاف، ففي ثبات واستقرار في اسعار الاعلاف. طبعا اغلب الاعلاف او كل الاعلاف النهارده نزلت تحت ال 25,000. اقل سعر علف النهارده في مصر عامل 22,000 جنيه. ان شاء الله باذن الله في نزول قوي الفتره اللي جايه في كل الاسعار، عشان الناس تبدا تربي تاني، وترجع صناعه الدواجن زي الاول تاني ان شاء الله، ما يبقاش فيها انقراض يعني. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واضغطوا له لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم